شوفوا المنظر اللي قدام حضراتكم ده. كل خطوة تحسوا إنها صعبة عليه. بيحاول يمشي ولكنه متردد جدا. حاجة غريبة جدا إنها يعني على طبيعته، مش على طبيعته يعني. من أول يوم أنا طلعت على السطح ولقيته مش قادر يقف كده ومغمض عينيه، وكانت حالته حرجة جدا. فأنا حسيت بالخطر وعرفت إن أنا لازم أتابعه خطوة بخطوة، وده اللي أنا عملته معاه خطوة بخطوة. المفاجأة بقى كانت لمّا أنا حطيت صباعي عند عينيه. بُصّوا، مش بيرمش أساسًا. ده دليل واضح إن نظره ضعيف جدًا، جدًا، يكاد يكون معدوم أساسًا. حاجة غريبة جدًا بصراحة، أنا أول مرّة أشوفها في حياتي. ولو حضراتكم في حد مَر بمرحلة زي دي، إن هو الديك مثلًا كان في بدايته هو برد شديد، توصّل الأمور إن هو يكاد يفقد نظره كده. دي أنا بصراحة أول مرّة أنا أمُر بيها. لو حد من حضراتكم مَر بيها يا ريت يقول لي في comment إنه مَر بموقف زي ده قبل كده. بس، فأنا أخدته طبعًا معايا تحت وعزلته وخلّيته تحت رعايتي الخاصة، عشان حالته كانت بجد قوية جدًا. المهم أنا كنت باعمل إيه، أنا كنت باوكّله بإيدي أنا بافتح منقاره وأحُط العلف، وبعدين أحُط منقاره تاني عند السقاية، أحاول أشرّبه طبعًا باحترافية شوية مش أي حاجة، عشان ما يجيش في مجرى التنفُّس بتاعه، وأبقى أنا بدل ما باساعده أبقى موّتّه. بصراحة هي الحركة دي فرقت معاه كتير جدًا، والتجربة الحمد لله مشيت كويس. ودي تعرّفكم إن قد إيه بجد إن متابعة الطيور بدقة وبصبر يعني بتفرق جدًا، جدًا. طيب، بغض النظر عن موضوع النظر ده يعني والضعف النظر، أنا لاحظت برضه الحمد لله إن نشاطه بدأ يتحسّن جدًا وبشكل واضح. أظن حضراتكم شايفين يعني أكبر دليل، والحمد لله ده أكبر دليل على إني اللهم لك الحمد أنا ما أهملتوش ولا في العناية ولا في المتابعة. المهم الدرس اللي أنا عايز أدّيه لحضراتكم إن متابعة الطيور بعناية وبصبر يومي منكم بجد بتفرق كتير جدًا، خصوصًا لو الحالة حرجة مثلًا زي الحالة اللي حضراتكم شايفينها قدّامكم دي. في الفيديو الجاي إن شاء الله بإذن الله هتشوفوا التطور النهائي للديك، اللي وصل له آخر حاجة بإذن الله، ونتمنى من الله إنه يكون أفضل بكتير من الحال ده، وعينيه تكون بقت كويسة. واللي عايزكم تعرفوه في الآخر إن العناية بالحاجة والمتابعة معاها بتفرق جدًا يا شباب. استنوني الفيديو اللي جاي.